الناس الحشريين اللي لازم تشرط الناس بكلامها وبتفضح الناس بعيوبها، وممكن انت اصلا العيوب دي اللي قالها ما تكونش موجودة فيك. وطبعا مفيش بني ادم ما عندوش عيوب، كل واحد عنده حاجة تعيبه. بس انت اما قلت للناس الشخص ده فيه كذا وكذا وكذا، الناس خلاص صدقت كلامك عشان هم ساذجين اللي بيسمعوه بيصدقوه، فبيسمعوا كلامك وكأنك انت الامام البخاري. سيب الناس في حالها وخليك في حالك. ممكن تلاقي واحد كرامته متبهدل بسبب اللي انت قلته عنه، والناس بتتعامل معاه على زي ما سمعوه منك. ما بقاش في حد بيقول فلان طالما ما شفتش منه حاجة وحشة يبقى اتعامل معاه كويس. قليل اللي هتلاقيه بيتعامل مع الناس بالمبدأ ده. انت ليك الحق تقول لعيوب الناس لو كنت متظلم، يعني تقول فلان عمل كذا وكذا عشان تبرئ نفسك، او لو بتوصف فلان فقلت على علامة مشهور بيها عن الناس عشان يعرفوه، او لو بتحذر الناس من شخص عشان ما يتأذوش منه، او لو الناس بتسألك عن شخص فقلت فلان الرقاصة مثلا على الرغم ان هي دي اصلا شغلانتها، او لو قصدك تلحق شخص من مصيبة فرحت للاب وقلت له الحق ابنك بيعمل كذا وكذا. ابن عمر قال ان كان في المدينة اقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فاسكت الله الناس عنهم عيوبهم فماتوا ولا عيوب لهم. وكان بالمدينة اقوام لا عيوب لهم فتكلموا في عيوب الناس فأظهر الله عيوبا لهم فلا يزالوا يعرفون بها حتى ماتوا. فخليك في عيوبك انت وحاول تصلحها، وملكش دعوة بعيوب الناس.